السلام عليكم، ازيكم اصحابي؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هشارك معاكم فيديو جديد، ان شاء الله هيبقى جميل جدا جدا وهيفيدكم جدا جدا جدا. كنت شاركت معاكم بوست عن المنتدى قبل كده وقلت لكم ايه، يعني شاركوني برايكم ايه هي اكتر المشاكل اللي بتقابلكم في شغل الخرز. فناس منكم قالت لي ان هي مش عارفه تطلع ازاي بالسطور، يعني سواء في شنطه او بتعمل مجسم او اي حاجه، هي مش عارفه اصلا السطور بنطلعها ازاي. ففيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض، يعني هبتدي معاكم من الاول، هنعمل مع بعض الغرزه الرباعيه، وهقول لكم ازاي نبتدي ان احنا نطلع بالسطور سطر ورا سطر بطريقه سهله وبسيطه باذن الله، ان شاء الله باذن الله يعني تكون بسيطه عليكم. اول حاجه دوت خرز مقاس 10، ده خرز مقاس 10 اوف وايت، انا وحبيت اوريه لكم. لسه جايباه جديد، شكله حلو جدا جدا، بصوا اللمعه بتاعته حلوه قوي. الكيس دوت يا جماعه، الكيس كله على بعضه اصلا نص كيلو، النص كيلو جايباه ب 100 جنيه، تمام، من محل عباد الرحمن اللي انا قلت لكم عليه وعملت عنه فيديو مخصوص قبل كده، تمام. الناس المبتدئه اللي هي هتبدا ان هي لسه بتتعلم الخرز وكده، انصحها ان هي لما تيجي تشتغل بمقاس 10، وما تشتغلش بمقاس صغير، علشان لما تيجي تعمل فيه العقده وكده ما تتخنقش يعني هتتخنق بسرعه لما تلاقي انه في يعني مشكله في الاول، الخيط مش راضي يخش كويس، هتبدا تتخنق، فده غلط. لما تيجوا تبتدوا في شغل الخرز وتتعلموه، ابتدوا بخرز مقاس 10 او اكبر من مقاس 10، بس مش اقل من كده، تمام. هفضي الكيس ده ويلا بينا نبتدي على طول الفيديو ونشوف هنعمل ايه مع بعض. طيب اول حاجه يا جماعه، عشان انا اشوف ازاي هبدا ان انا اطلع بالسطر او اطلع بالسطور، فانا طبعا الاول لازم اعرف السطر ذات نفسه بنبتدي ان احنا نشتغله ازاي، عشان اعرف بعد كده ازاي ننهيه ونبدا نطلع سطر جديد. فاول حاجه عشان ابتدي السطر بتاعي، ببتدي كده باربع خرزات، ببتدي ايه باربع خرزات، تمام. ادي اربع خرزات اهم، حلو كده. هبتدي بقى ان انا ايه، احط طرفين الخيط كده جنب بعض. انا هبتدي معاكم كده واحده واحده، فاستحملوني لو انا هتكلم في شويه تفاصيل شويه. حطيت طرفين الخيط كده اهو اهم جنب بعض، تمام. هبتدي كده انزل الخرز بتاعي بحيث ان الخرز بتاعي يبقى في النص، يعني كده معايا كام، معايا اربع خرزات وفي نص الخيط اهو، تمام. هاخد طرف من الطرفين دول، انا عندي طرف يمين وطرف شمال، تمام. هسيب بقى طرف الشمال ده هسيبه، وهاخد الطرف اليمين، همسك الخرز بتاعي كده وهاخد الطرف اليمين، وهبتدي ارجع تاني فين، هبتدي ارجع في اخر خرزه انا حطيتها، الخرزه الرابعه اللي هي من ناحيه اليمين دي، هرجع تاني فيها ايه بالخيط كده، وابتدي اشد كده واسحب، بس مش هسحب للاخر، مش هسحب للاخر لحد ما يتكون عندي عقده او حلقه زي ما انتم شايفين كده اهي، حلقه اهي. هدخل صوابعي فيها كده، ادخل صوابعي واروح واخده طرف الخيط التاني واطلعه من الحلقه دي، تمام كده. وبعد كده اروح ماسكه طرف الخيط ده بناحيه، وامسك طرف الخيط التاني من ناحيه، وابتدي ان انا اشد كده واسحب جامد، اشد جامد كده، اهو الخيطين عكس بعض، اشد اليمين ناحيه اليمين والخيط الشمال ناحيه الشمال، اشدهم كده عكس بعض. هيتكون عندي بصوا حلقه صغننه قوي اهي، او عقده يمكن مش باينه قوي اهي، تمام. العقده الصغيره دي هبتدي امسك الخرزه كده، امسك الخرزه كده وابتدي ان انا اسحب الخيط بحيث ادخل العقده دي جوه الخرزه. اصبح الشكل معايا كده اهو، تمام. طيب انا عملت اول خطوه، اعمل ايه بعد كده؟ بعد كده هيبقى عندي طرف يمين وطرف شمال، طرف خيط يمين اهو وطرف شمال، هاخد اي طرف فيهم احط فيه خرزه واحده، تمام. حطيت خرزه واحده، هاخد طرف الخيط التاني احط فيه خرزتين اتنين. طب ليه انا بحط خرزتين اتنين وفي طرف احط خرزه واحده؟ انا كده حطيت في طرفين الخيط هما الاتنين ثلاث خرزات، واحده في طرف واتنين في الطرف التاني. ليه انا حطيت 3؟ عشان انا اصلا الخيط بتاعي، طرفين الخيط بتوعي اهم طالعين من خرزه واحده، طالعين من خرزه واحده، وانا بعمل غرزه رباعيه يعني عايزاهم 4 خرزات، تمام. فاذا انا معايا طرف الخيط طالع، او طرفين الخيط طالعين من خرزه واحده، عايزه عليهم 3 خرزات عشان يبقوا 4. فبالتالي عشان انا امشي لقدام كده او اعمل سطر مستقيم كده، لازم ان انا احط طرف في طرف خيط واحد احط خرزه واحده، وفي الطرف التاني احط خرزتين اتنين، تمام. طيب هاخد طرف الخيط اللي هو فيه الخرزتين، طرف الخيط اللي فيه الخرزتين، وهبتدي ارجع تاني ارجعه كده في نفس الخرزه اللي طالع منها الخيط اللي من فوق دي اهو، هرجع تاني كده، هيتكون عندي حلقه
زي ما انتوا شايفينها كده. من الحلقه دي هبتدي كده احط ايدي فيها واسحب منها طرف الخيط التاني اللي هو اصلا فيه خرزه واحده كده، وهبتدي ان انا اشد كده الخيط عكس بعضه، والعقده الصغيره دي اللي اتكونت اهي، دي العقده دي هدخلها كده جوه ايه الخرزه. هيبقى عندي الشكل كده. هكرر الخطوه دي مره كمان. يبقى انا طرف احط فيه خرزه واحده واسيبها، اسيبه اهو خلاص انا مش عايزاه دلوقتي. الطرف التاني هحط فيه خرزتين اتنين، فالطرف اللي انا حطيت فيه خرزتين اتنين دول هاخد طرف الخيط كده من فوق واروح نازله بيه تاني في نفس الخرزه اللي هي اخر واحده دي، وهعمل الحلقه. من الحلقه دي هروح حاطه ايدي جواها كده ايه، واخد بينها طرف الخيط التاني، اطلعه خالص، هطلع خالص طرف الخيط التاني منها كده. بعد كده خلاص هبتدي كده اشد الخيط كده عكس بعضه. العقده الصغيره اللي اتكونت عندي دي اهي، هبتدي امسك الخرزه كده وادخلها، ادخل العقده جوه الخرزه. بصوا يا جماعه وركزوا معايا كويس قوي. انا دلوقتي عملت كام خرزه كده او كام وحده رباعيه زي ما انا بنفس الطريقه اللي انا شرحتها معاكم دلوقتي. تمام. هفترض ان انا عايزه اوصل للطول ده من الخرز. انا طبعا في اي ورشه انتوا بتعملوها، سواء بتعملوا شنطه او بتعملوا اي حاجه تانية، انتوا بتبقوا عارفين انتوا عايزين توصلوها مثلا لكام وحده رباعيه، يعني عايزين تبقوا عارفين طولها هيبقى قد ايه والعرض بتاعها قد ايه. تمام. طيب فانا دلوقتي عايزه ابقى يعني انهي السطر بتاعي خلاص، وعشان ابتدي بقى اطلع للسطر التاني. ركزوا معايا عشان انا دلوقتي هبتدي اشرح ازاي نطلع للسطر التاني، ازاي نطلع سطور في الغرزه الرباعيه. عندي طرف خيط اهو يمين وطرف خيط شمال، هاخد اي طرف خيط فيهم، مش هتفرق يمين او شمال، اي طرف فيهم. طب بعد ما انا خدت طرف فيهم هحط ايه؟ هحط 3 خرزات. هتقولوا لي ايه ده، هو احنا مش كنا بنحط ال3 خرزات دول واحده في طرف والاتنين في الطرف التاني؟ هقول لكم ايوه الكلام ده لو احنا عايزين نمشي خط مستقيم عشان نوصل للطول اللي احنا عايزينه او نوصل للعرض اللي احنا عايزينه. طيب احنا دلوقتي بنحط ال3 خرزات في طرف خيط واحد ليه؟ عشان نبتدي ان احنا نقفل السطر بتاعنا ده ونبتدي ان احنا نطلع للسطر التاني، او نبتدي ان احنا نطلع سطر جديد. فانا حطيت ال3 خرزات في طرف خيط واحد، وهرجع كده همسك اخر خرزه من فوق مش من تحت. اخر خرزه اهي همسكها في ايدي وارجع فيها بطرف الخيط. الحلقه اللي اتكونت دي احط ايدي جواها واسحب منها طرف الخيط التاني اهي، طلعت منها طرف الخيط التاني. هبتدي كده اشد جامد، وخلي بالكم عشان ما تتعوروش، واشد كده، والعقده الصغيره اللي اتكونت دي هبتدي ايه ازقها كده وادخلها جوه الخرزه. تمام. طيب ايه اللي اتغير هنا؟ اللي اتغير هنا طرفين الخيط. طرفين الخيط بدل ما كل مره كانوا بيطلعوا معايا من الخرزه دي اللي من الجنب، لا المره دي طلعوا معايا هما الاتنين اهم، طالعين معايا منين؟ من الخرزه اللي من فوق. تمام. طب ده هيساعدني في ايه؟ ده هيساعدني ان انا ابتدي سطر جديد. طيب عشان ابتدي سطر جديد هعمل ايه؟ عندي زي ما زي كل مره احنا خلاص متفقين ان طبعا احنا بنشتغل بطرفين الخيط، فانا عندي طرف يمين وطرف شمال. هاخد طرف الخيط اليمين او طرف الخيط اللي من بره. تمام. انا دلوقتي بشتغل ايه؟ بشتغل لسه في اول السطر، في اول السطر التاني لسه. فبما اني انا بشتغل في اول السطر التاني هبتدي احط 3 خرزات في طرف الخيط اللي من بره، سواء كان ده الشمال او اليمين، لان انا ممكن اعمل الشغل بتاعي يبقى كده مثلا، يبقى كده، فبالتالي طرف الخيط اللي انا هحط فيه الخرز هيبقى طرف الشمال. لكن انا لو انا الشغل بتاعي كده، لو القطعه بتاعتي كده، هيبقى انا طرف الخيط اللي هحط فيه الخرز اليمين. فاذا كان الشغل بتاعكم من الناحيه دي او من الناحيه دي، احنا بنحط الخرز في طرف الخيط اللي من بره، اللي من بره اللي هو من ناحيه هنا. تمام. طيب حطيت ال3 خرزات، رجعت تاني في اخر خرزه اهو، وكونت الحلقه اللي احنا بنكونها كل مره. هبتدي احط ايدي فيها كده واطلع طرف الخيط التاني بمنتهى السهوله اهي. هسحب كده جامد، والعقده الصغيره هدخلها جوه الخرزه. انا كده عملت اول خطوه في السطر التاني او في السطر الجديد. بعد كده هيبقى عندي بقى هيختلف، مش هيبقى عندي خيط يمين وخيط شمال، لا هيبقى عندي خيط تحت وخيط فوق اهو. طرف الخيط اللي من تحت همشيه خرزه واحده بس،
اما طرف الخيط اللي من فوق هحط فيه كام خرزه؟ هحط فيه خرزتين اتنين، مش 3 خرزات. لا مش 3 خرزات. طب ليه مش 3 خرزات؟ علشان هنا طرفين الخيط بتوعي طالعين من خرزتين اتنين، وانا بعمل غرزه رباعيه. غرزه رباعيه، بما اني بعمل غرزه رباعيه ودي الخيط بتاعي طالع من خرزتين اتنين، فانا محتاجه خرزتين اتنين عشان اكمل 4 خرزات. فهحط الخرزتين كده في طرف الخيط اللي من فوق، وهرجع كده في اخر خرزه بنفس الطريقه اللي بمشي بيها على الطرف التاني من الحلقه، واشد كده وادخل العقده جوه الخرزه. تاني عندي طرف خيط فوق وطرف خيط تحت. طرف الخيط اللي من تحت همشي بيه خرزه واحده اهو كده. طرف الخيط اللي من فوق هحط فيه خرزتين اتنين بالشكل ده كده. هرجع تاني في اخر خرزه واطلع طرف الخيط التاني واعمل العقده بتاعتي وادخلها جوه الخرزه. خلاص همشي بقى بنفس الطريقه لحد ما اوصل لاخر الخرزه او اخر السطر. ارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. رجعت معاكم اهو في اخر خرزه. تمام، هبتدي ادخل الخيط بتاعي كالعاده زي ما انا متعوده كده خلاص في الخرزه اللي من تحت اهو. تمام، انا كده عندي ايه زي ما احنا متفقين، طرف خيط فوق وطرف خيط تحت. المره دي انا ايه، المره دي انا كل مره كنت بحط طرف الخيط اللي من تحت فامشيه خرزه، وطرف الخيط اللي من فوق ببتدي احط فيه الخرزتين. المره دي عشان انا في اخر السطر هبتدي اخد طرف الخيط اللي من تحت اللي انا لسه حالا دلوقتي ماشياه في اخر خرزه دي، وهبتدي احط فيه الخرزتين بتوعي. هرجع برضو في اخر خرزه عادي جدا وابتدي ايه اطلع كده طرف الخيط التاني. طب انا بعمل الخطوه دي ليه؟ يعني انا ليه ما مشيتش كده زي يعني كالعادي بتاعي وحطيت طرفين وحطيت الخرز في طرف الخيط اللي من فوق زي ما انا ماشيه؟ هقول لكم ليه. عشان انا لو حطيت طرف الخيط حطيت الخرزتين في طرف الخيط اللي من فوق تمام، فهلاقي الخيط بتاعي طالع من الخرزه اللي من الجنب. انما دلوقتي خلاص السطر بتاعي خلص، فانا مش عايزه اطلع من الجنب، انا عايزه اطلع لفوق بقى، عايزه اطلع سطر جديد. تمام، فبما ان انا هطلع سطر جديد يبقى انا هحط الخرزتين فين؟ في طرف الخيط اللي من تحت. طيب انا دلوقتي هشرح لكم برضو يعني دلوقتي هبتدي معاكم السطر الثالث اهو. تمام، وبعد كده هقول لكم الملخص. انا هعمل معاكم السطر ده وبعد كده هقول لكم الملخص ونقفل الفيديو على كده. تمام، طيب انا دلوقتي عندي طرف خيط ايه؟ عندي طرف خيط من بره وطرف خيط من جوه، مش هقول لكم بقى يمين وشمال. عندي طرف خيط من بره وطرف خيط من جوه. طب انا دلوقتي في اول السطر، مش انا كده في اول السطر اهو لسه مفيش اي حاجه. طالما انا في اول السطر يبقى هحط 3 خرزات. طب انا بحط ليه 3 خرزات؟ بحط 3 خرزات عشان طرفين الخيط بتوعي هما الاثنين طالعين من خرزه واحده، وانا الغرزه بتاعتي مكونه من 4 خرزات، بالتالي انا عايزه 3 خرزات. هرجع كده في اخر خرزه واطلع منها طرف الخيط التاني. تمام، هبتدي كده امشي خرزه واحده بطرف الخيط اللي من تحت. طرف الخيط اللي من فوق هحط فيه خرزتين اتنين، يعني انا دلوقتي في اول السطر حطيت 3، بعد كده هبتدي امشي خرزتين اتنين لاخر السطر اهو. انا هنا الخيط بتاعي قرب يخلص، او يعني في طرف طويل وطرف قصير، فانا بعمل تركايه كده علشان يعني ما يعني ايه ما هقدرش الخيط بتاعي. فانا هاخد طرف الخيط اللي من تحت كده، هبتدي انا ايه بدل ما هعمل العقده لا هروح داخله فيه في نفس الخرزه كده. تمام، عشان بس ايه يبقى طرف الخيط الطويل هو اللي من فوق وطرف الخيط القصير هو اللي من تحت. مالكمش دعوه انتوا بالقصه دي، انا بشرحها في فيديو تاني منفصل عشان ما تتلخبطوش. يبقى انا كل اللي هعمله دلوقتي طرف الخيط اللي من تحت همشي بيه خرزه واحده، طرف الخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين اتنين. اطلع طرف الخيط التاني واعمل الحلقه بتاعتي. تمام، هبتدي امشي 1 2 3، همشي 3 خرزات، والخرزه الرابعه نرجع مع بعض ونشوف هنعمل ايه. رجعت معاكم تاني في اخر السطر. انا دلوقتي خلاص وصلت لاخر السطر بتاعي، فهدخل الخيط بتاعي اللي من تحت في اخر خرزه زي ما انتم شايفين كده،
وبنفس طرف الخيط اللي انا لسه مدخلاه اصلا في الخرزه دلوقتي هبتدي اخد خرزتين وابتدي احطهم ايه في طرف الخيط اللي لسه معدياه في الخرزه دلوقتي اهو. تمام، يعني انا المره دي مش هحط الخرزه، مش هحط الخرزتين في طرف الخيط اللي من فوق، لا هحطهم في طرف الخيط اللي من تحت علشان ابتدي اسحب كده واطلع وابتدي ايه، يبقى الخيط بتاعي هما الاتنين طالعين من فوق عشان ابتدي معاكم ايه، او يعني عشان نبتدي سطر جديد. تمام، انا دلوقتي شرحت لكم الغرزه الرباعيه ازاي نبتديها وازاي نبدا ان احنا نشتغل مع بعض ونطلع سطور بالغرزه الرباعيه. هقول لكم الملخص عشان ما تتلخبطوش. انا دلوقتي عشان ابتدي غرزه رباعيه ببتدي باربع خرزات. ببتدي بكام؟ باربع خرزات. بعد كده ببدا هيبقى عندي طرف خيط يمين وطرف خيط شمال، بحط في طرف الخيط اليمين خرزه واحده، طرف الخيط الشمال بحط فيه خرزتين اتنين، وهكذا، واقفل طبعا وادخل العقده جوه الخرزه. بعد كده الطرف اليمين هحط فيه خرزه واحده، والطرف الشمال احط فيه خرزتين اتنين واقفل بالعقده بتاعتي، وهكذا افضل ماشيه كده لحد ما اوصل للطول او العرض اللي انا عايزاه. طيب باجي في اخر خرزه ببتدي ان انا احط الثلاث خرزات في طرف خيط واحد علشان انهي السطر اللي انا بشتغل فيه ده وابتدي اطلع سطر جديد. عشان نطلع سطر جديد المفروض هنعمل ايه؟ هيبقى عندي دلوقتي زي ما قلت لكم عشان ابتدي اطلع سطر جديد لازم طرفين الخيط بتوعي يبقوا طالعين من الخرزه اللي من فوق مش اللي من جنب، وعشان طرفين الخيط يبقوا طالعين معايا من الخرزه اللي فوق. زي ما قلت لكم الثلاث خرزات اللي هما في بدايه السطر بحطهم في طرف خيط واحد. تمام. طيب السطر التاني بقى او يعني هنبتدي سطر جديد ازاي؟ اول السطر خالص هيبقى عندي طبعا طرف خيط يمين وطرف خيط شمال، او طرف خيط بره طرف خيط ايه جوه ناحيه الخرز كده. تمام. طرف الخيط اللي من بره ببتدي احط فيه 3 خرزات. 3 خرزات بما ان انا بشتغل في اول السطر فهبتدي ب3 خرزات. بعد كده هبتدي طرف الخيط اللي من فوق احط فيه خرزتين، وطرف الخيط اللي من تحت بمشيه خرزه واحده، وافضل كده ماشيه لحد ما اوصل لاخر السطر. وفي اخر السطر الخيط بتاعي اللي انا لسه مدخلاه في اخر خرزه ببتدي احط فيه هو الخرزتين بتوعي عشان واقفل عشان ابتدي اطلع سطر جديد، وهكذا افضل مستمره كده بالسطور لحد ما اوصل بقى للطول اللي انا عايزاه. تمام. اتمنى درس النهارده يكون مفيد واكون جاوبت على سؤالكم واكون شرحت لكم الطريقه يعني بابسط حاجه طريقه ممكنه. لو فهمتوا من شرحي اتمنى تدعموني بالكومنت ولايك ومشاركه، ويعني ادعموني بالكومنتات الحلوه بتاعتكم. ولو في اي حد عنده مشكله او في حد ما فهمش من الشرح بتاعي اتمنى برضو ما تكسفش ويكتب لي ونشرحها مره واتنين وتلاته. ويلا بقى اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.